السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن بعض الأسهم اللي عملت توصية بيهم رامبل، واللي سواء بفتح مراكز جديدة فيهم أو بإغلاق التوصيات. أول سهم معانا سهم الصناعات الهندسية والمعمارية أيكون، اللي هو الرمز بسهم بتاعه ENGC. طبعا هم قالوا هنا إن لا يزال الهدف بعيد عن النتائج المتوقعة لعام 2023. وطبعا في حوالي 40% في آخر 14 يوم كده كان عائد على السهم اللي هم عملوا توصية عليه، وهم جم في الآخر وقالوا التوصية ببيع السهم لتحقيق الأرباح، ثم قم بالشراء مرة أخرى بسعر 21 جنيه ونص للسهم أو أقل. يعني السهم ممكن يطلع من 21 جنيه ونص أو ممكن ينزل وهيطلع تاني، يعني هو إن شاء الله في صعود، بس هم أوصوا بإغلاق التوصية لحين استكمال باقي الهبوط بتاع السوق، وبعد كده تنزل تاخدها من تحت، لان السهم هينزل بيك لتحت وبعد كده هيصعد مرة اخرى. فبالتالي هتكون الفرصة في السهم دوت للحفاظ على نسبة الارباح المحققة، ان انت تبيعه وتنزل تاخده في الاسعار اللي هتكون جابها الماركت من تحت. ده بالنسبة للتوصية بتاعة الهندسية للصناعات المعمارية. طبعا هنخش عليه وهنشوف توصية من خلال رامبل. هو بس بيحمل ثانية واحدة. طبعا هو جاب لي الحالة مغلقة، الأداء 38%. طبعا ده الأداء منذ صدور التوصية من منصة رامبل. مدة التوصية 20 يوم. السعر عند الإغلاق 22 جنيه و8 قروش. إغلاق التوصية هو طبعا السعر بعد ما هم أغلقوا على 22 جنيه و80 قرش، هو السهم نزل جاب 21 ونص، ومن المرجح ليه إن هو ينزل تاني. طبعا السعر كان عند التوصية 16 جنيه ونص. طبعا دي آخر حاجة هم قالوا عليها، ونفس الكلام اللي احنا قريناه في آخر تحديث بتاريخ 25 فبراير 2024. ده بالنسبة لسهم ENGC. وإن شاء الله استنوا الفيديوهات الجاية، هتكون برضو عن بعض الأسهم اللي أوصت عليها منصة رامبل.